جاء إضراب سائق الميكروباص في مصر احتجاجا على المخالفات المفروضة عليهم ليعيد الحديث عن قانون المرور الصادر عام 2008 ومدى ملائمته للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي زادت تعقيدا بعد ثورة 25 من يناير التي أطاحت بالنظام السابق. فالسائقون يرون أن الغرامات التي أقرها هذا القانون جاءت متشددة ولا يمكن تحملها. يعني 10,000 جنيه بتوع ايه؟ انا عايز اعرف كده. يعني كل مخالفه 150 جنيه، المخالفه الواحده 150 جنيه ينفع؟ هنأكل الناس ولا نأكل الدوله ولا نأكل العيال؟ بيجي علينا على العربيه بيجي عليها 60,000 و90,000، ما هي كلها اصلا ب 70,000 جنيه. هتدفع ايه انت بقى؟ تروح تديهم العربيه؟ يقول لي انت بقى تعديهم ايه؟ تديهم العربيه ب 70,000 جنيه وبيجي عليها 90,000 جنيه مخالفات. هتعمل ايه انت بقى؟ تديهم العربيه ولا تشتغل ليهم ولا تبيع لهم العربيه ونكمل لهم على فلوسهم بقى؟ وفي رد سريع وفوري أمر النائب العام باتخاذ إجراءات لحل مشكلة ارتفاع قيمة المخالفات المرورية، ودعا إلى ضرورة التنسيق بين نيابات وإدارات ووحدات المرور على تجديد تراخيص السيارات في حالة تعذر دفع الغرامات المالية أو جزء منها حسب ظروف الأفراد. أكثر من ذلك فقد أرسل مذكرة إلى وزير العدل يقترح فيها تخفيف الغرامات والنظر في إعفاء المتضررين من تنفيذ الأوامر الجنائية والأحكام الصادرة بشأن تلك الغرامات. الحكومة تقوم بنفس الأسلوب القديم، وهي سياسة سد الأزمة بشكل مباشر، يعني تخفيف الاحتقان بوضع علاج سريع يمتص الغضب. هذا هو الحادث. فمسألة تخفيف الغرامة هو حل سريع لا يتناسب مع حجم المشكلة الكبيرة. ثمة من يرى أن المعضلة الأساسية في تطبيق القانون هي نقص الثقافة المرورية لدى ملايين السائقين وأصحاب السيارات، كما يؤكد هؤلاء أن قانون المرور جاء انعزاليا وليس ضمن خطة متكاملة لتنظيم حركة سير المركبات، لا سيما مع ضعف شبكة الطرق وتهالكها وغياب وسائل نقل جماعية حضرية، وقبل هذا وذاك عشوائية الحركة المرورية. الحكومة السابقة كانت قد سارعت بتطبيق قانون المرور ذي البنود المشددة بعد فقدان 6,000 قتيل وإصابة 30,000 شخص وحدوث خسائر مادية قدرت قيمتها ب 16 مليار جنيه خلال العام 2007 فقط. واقع مؤلم لا يمكن مواجهته بدفتر الغرامات فقط. محمد البلوك، الجزيرة، القاهرة.